بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال الثانوية الأزهرية علمي وأدبي. في الفيديو إن شاء الله لازلنا في الحديث عن أنواع الطباق أو أقسام الطباق. تحدثنا في فيديو سابق عن أقسام الطباق من حيث الإيجاب والسلب، وقلنا في طباق إيجاب وطباق سلب، والأمثلة اللي عندك في الكتاب كلها تجراها. أنا بقول نموذج مثال أو اتنين بس عشان ما اطولش عليك الفيديو، لكن مع عندك وقت اجرى لك الامثله بحالها واوريك المطابقه او الطباق او التضاد بين المعاني اللي عندك. امثله كلها تجراها، ابيات شعريه، احاديث، قران، كله لازم تجراه وتطلع فيه، لان بيجي الامتحان من الامثله اللي في الكتاب. انا ما عنديش فرصه اقول لك كل الامثله في الفيديو. في عندنا تقسيم تاني للطباق برضه، تقسيم باعتبار الحقيقه والمجاز. يعني ايه؟ يعني الطباق في طباق حقيقي وفي طباق مجازي. حقيقي ازاي؟ اللفظين اللي انت بتعمل بينهم وبين بعض تضاد او مطابقه او طباق مستعملين في معناهم الحقيقي. اهو هو ما كان اللفظان المتضادين ماشي مستعملان على سبيل الحقيقة. اللفظين اللي انت بتستعملهم وبينهم تضاد مستعملين في معناهم الحقيقي، زي قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. أنا عملت طباق بين الضحك وبين البكاء، والضحك والبكاء أضحك وأبكى هنا مستعملين في الآية في معناهم الحقيقي. قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا عند الطباق بين ايه؟ صدقوا بين الصدق والكاذبين فيها الكذب. هنا الطباق بين من حيث انواع الكلمه، صدقوا فعل انما الكاذبين اسم، وده طباق ايجاب. ومن حيث الحقيقه من حيث الايجاب والسلب هو ايجاب. من حيث الحقيقه والمجاز طباق حقيقي لعل. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين طباق حقيقي علل. ايه التعليل؟ حيث ان المعنيين المتضادين الصدق والكذب مستعملين في معناهما الحقيقي. في عند النوع الثاني من انواع الطباق باعتبار الحقيقه والمجاز النوع الطباق المجازي. عكس الحقيقي هو ما كان اللفظان المتضادين مالهم مستعملان على سبيل المجاز. يعني ايه؟ يعني في غير معناهم الحقيقي. الاثنين مش واحد حقيقي وواحد مجازي، لان ممكن يقول لي في البوكلت الطباق المجازي هو ما كان فيه اللفظان احدهما حقيقي والاخر مجازي. خطأ، العبارة خطأ. هو ما كان اللفظين المتضادين مستعملان في معناهما في المعنى المجازي او على سبيل المجاز. اكتب المصطلح البلاغي الدقيق ده. تعريف ايه المصطلح؟ ده الطباق المجازي. مثل له، مثل هات طباق مجازي كده. وانه وليه قوله تعالى الطباق المجازي يا شباب او من كان قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه. او من كان ميتا فاحييناه. طباقنا بين ايه؟ الموت، وهنا احييناه الحياه. مش ميتا واحييناه، لا، بين الموت وبين الحياه. خلي بالك، ميتا اسم واحييناه فعل. يبقى الطباق يكون بين اسمين وبين فعلين وبين حرفين وبين اسم وفعل. يجي الاسم الاول والفعل بعده، ويجي الفعل الاول والاسم بعده، ايا كان. زي صدقوا والكاذبين كده لو قلناها في المثال دلوقتي. او من كان ميتا فاحييناه. طباق هنا حقيقي ولا مجازي؟ لا يا استاذ، طباق مجازي. فين بين الموت وبين الحياه؟ ليه؟ لان كلمه ميتا هنا خلاص مستعمله في غير معناها الحقيقي. لان هنا من كان ميتا اي من كان كافرا فاحييناه، برضو الحياه هنا مستعمله في غير معناها الحقيقي، مستعمله استعمال مجازي. فهديناه. يبقى ومن كان كافرا فهديناه. يبقى الموت هنا بمعنى الكفر والحياه بمعنى الهدايه. يبقى ميتا واحييناه مستعملين في معناهم الحقيقي ولا في غير معناهم الحقيقي؟ في غير معناهم الحقيقي. ليه؟ لان هم هنا اصلا الكلمات دي استعاره. خلاص، ميتا فيها استعاره واحييناه فيها استعاره، والاستعاره
من المجاز. يبقى الطباق هنا حقيقي ولا مجازي؟ مجاز. لاحظ ان الطباق هنا بالمعنيين الاثنين مستعملين في غير الطرفين، مستعملين في غير معناهم الحقيقي. يعني الموت بمعنى الكفر والحياة بمعنى الهداية، الاثنين مستعملين في غير معناهم الحقيقي. لكن ما ينفعش في الطباق المجازي ان طرف يكون مستعمل حقيقي وطرف يكون مستعمل ايه؟ مجازي. ماشي. في عندي كمان في عندك ابيات شعريه في الكتاب زي قولك: وتنظري خبب الركاب ينصها محيي القريد الى مميت المال. محيي القريد الى مميت. الطباق هنا بين محيي ومميت. اللفظين او المعنيين اللي معاك مستعملين في غير معناهم الايه؟ الحقيقي. ماشي. هو القريد اللي هو الشعر يحيي، والمال يميت، دي استعاره مكنيه. طب انت ما دام استعملته في الاستعاره يبقى على سبيل الايه؟ المجاز. كمان قولك: فله ابتسام في لوامع برقه وله بكى من ودقه المتسرب. ابتسام وبكى، البيتين عندك في الكتاب اهو، اصحى معايا، خد خط من عند ابتسام وبكى. ابتسام لابتسامه، والبكى واحد بيبكي. خلاص، الاثنين برضه مستعملين استعمال غير حقيقي او استعمال مجازي. عشان كده الطباق هنا بسميه طباق مجازي. يبقى فله ابتسام في لوامع برقه وله بكى من ودقه المتسرب. طباق حقيقي مجازي، تختار ايه؟ مجازي. علل. طباق مجازي لان المعنيين او اللفظين المتضادين مستعملان على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. نوع تاني من انواع الطباق يا شباب تقسيم تاني بنسميه طباق باعتبار الظهور والخفاء. يعني طباق ظاهر وطباق خفي. طباق ظاهر وطباق ايه؟ خفي. امتى يكون الطباق ظاهر؟ إذا كان التضاد بين الكلمتين اللي معاك وبين المعنيين تضاد صريح ومباشر. إذا كان التضاد بين المعنيين تضادا صريحا مباشرا، يعني وأنه أضحك وأبكى، الضحك ضد البكاء، الصدق والكذب، الأول والآخر، الليل والنهار، السماء والأرض، ده كله تضاد مباشر وصريح. ولذلك سموه تضاد ظاهر، بتاع ده طباق ظاهر. ليه طباق ظاهر؟ لظهوره وانكشافه وسهولة معرفته. خلاص؟ ولا يصعب على العامة، مش صعب على أي حد إنك تعرف الطباق بين الصدق والكذب، بين السماء والأرض، بين الضحك والبكاء. ماشي يا شباب؟ بين السيئة والحسنة، بين العمى والبصر، بين الموت والحياة. ده كله تضاد طباق ظاهر، وسموه ظاهر لظهوره وانكشافه ووضوحه. كل الأمثلة اللي احنا بنقولها في الطباق دلوقتي تعتبر طباق ظاهر. يبقى ايه هو الطباق الظاهر؟ ظاهر هو ما كان فيه اللفظين متضادين تضادا صريحا مباشرا. على اي تعريف حط سؤال ضاع المصطلح البلاغ الدقيق. اي تعريف في البلاغه حط سؤال ضاع المصطلح البلاغ الدقيق. وما دام هتحط المصطلح وما كان فيه اللفظين المتضادين تضادا صريحا مباشرا، ده اسمه طباق ظاهر. طيب علل تسميه الطباق الظاهر بهذا الاسم. ليه سمي الطباق الظاهر بهذا الاسم؟ لظهوره ووضوحه وانكشافه امام العام. هو لا يحتاج الى معان نظر ولا حاجه، كل واحد بيعرفه. وامثله كتيره جدا كلها اللي احنا خدناها دي كلها طباق ظاهر. طيب النوع الثاني من انواع الطباق اللي هو بيسموه من انواع الطباق باعتبار الظهور والخفاء طباق خفي. طباق ايه؟ خفي. عكس ده على طول، هو ما كان فيه اللفظين المتضادين تضادا غير صريح وغير مباشرة. غير صريح وغير مباشر يعني، ولذلك من خفائه لا يدرك بسهولة ولا خفاء على العامة. عشان كده هو خفي لأنه لا يحتاج إلى معان نظر وتدقيق حتى تستخرج التضاد بين المعنيين. زي مثلا قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا الطباق بين أشداء ورحماء طباق ظاهر ولا طباق خفي؟ طباق خفي. ليه خفي؟ لأن أصلا
الرحمة ليست تضاد صريح ومباشر للشدة، إنما التضاد الصريح والمباشر للشدة اللين. كان في غير القرآن يقول إيه؟ أشداء على الكفار ليناء بينهم، لكن قال إيه؟ رحماء، فعبر بالرحمة لأن الرحمة مسببة عن اللين. وضحت كده؟ خلي بالك، طباق الخفي إن يكون اللفظين أو المعنيين اللي أنت بتعمل بينهم تضاد، التضاد اللي بينهم مش صريح مش مباشر زي الطباق الظاهر، زي قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. الطباق بين أشداء ورحماء، ولكن الرحمة ليست متضادة، ليست ضد الشدة تضاد صريح ومباشر، لأنه المفروض ضد الشدة اللين، ولكن عبر بالرحمة لأنها مسببة عن الإيه؟ عن اللين. يبقى التضاد بين الاثنين ليس صريحا مباشرا. يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، طباق ظاهر طباق خفي، اختار ايه؟ طباق خفي. طب أشداء على الكفار رحماء بينهم طباق خفي، علل ليه هو خفي؟ لخفائه وعدم وضوحه، ولأنه يحتاج إلى تأمل وإمعان نظر عشان أستخرج هذا المحسن. كذلك قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا ولتبتغوا، السكن هنا في تضاد بين تسكنوا وتبتغوا، فعلين وإيجاب وحقيقي. السكن ضد الحركة، لكن القرآن قال لتسكنوا ولتبتغوا، ولكن لما كانت الحركة هنا في الخير فالقرآن عبر بالابتغاء. إذن تبتغوا ليست متضادة تضاد صريح للسكن، الابتغاء ليس ليس مضاد تضاد صريح للسكن، ولكن ضد السكن الحركة، ولكن عبر القرآن هنا بالابتغاء لأن الابتغاء لما كانت الحركة في الخير فعبر بالإيه؟ بالابتغاء. ولذلك جعل لكم الليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا إليه ولتبتغوا، أو لتسكنوا فيه ولتبتغوا. في الآية طباق ظاهر، صح ولا غلط؟ خطأ. طباق خفي، لأن اللفظين أو المعنيين المتضادين غير التضاد اللي بينهم تضاد غير صريح وغير مباشر. وليه خفي؟ ليه سموه خفي؟ لخفائه وعدم ظهوره ووضوحه وانكشافه. زي قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنا عندي الطباق هنا بين المسلمين والمجرمين، بس هذا الطباق التضاد بين المعنيين بين الإسلام وبين الإجرام، خلاص، أو بين المسلمين والمجرمين ليس تضادا صريحا مباشرا. أمال إيه؟ ده تضاد غير مباشر وغير صريح، ولذلك سموه تضاد أو سموه طباق خفي لخفائه وعدم وضوحه وانكشافه. ماشي؟ لأن المفروض ضد المسلمين الكفار، ولكن القرآن عبر بالإيه؟ بالمجرمين. ماشي؟ هنا يبقى التضاد هنا طباق خفي. كده انتهينا، قسمنا الطباق باعتبار الإيجاب والسلب إلى طباق إيجاب وطباق سلب، وقسمناه باعتبار الحقيقة والمجاز لطباق حقيقي وطباق مجازي، وقسمناه باعتبار الظهور والخفاء إلى طباق ظاهر وطباق خفي. فاضل معانا نوع جديد من أنواع الطباق بيسموه الطباق بيسموه يا شباب طباق التدبيج. طباق الايه؟ التدبيج. يعني ايه طباق التدبيج؟ طباق التدبيج ده متصل بالألوان. هو جاي منين كلمة تدبيج دي؟ تدبيج جاية من دباج يدبج إذا زين الشيء، والتدبيج جاي لما المطر بتنزل على الأرض، فبعد نزول المطر بينبت النبات فبيجمل الأرض ويزينها. فخدوا من هذا المعنى ظهور الألوان في الكلام اللي الناس هتقوله، ده يبقى اسمه لو ظهر ألوان متضادة خلاص ده نسميه طباق تدبيج. وسموه تدبيج ليه؟ لأن الألوان التي ظهرت في العبارة دبجت العبارة وزينتها.
يبقى لما سمي طباق التدبيج بهذا الاسم؟ لأن الألوان التي ذكرت في العبارة دبجتها وزينتها كما تدبج المطر الأرض، زي كما تزين المطر الأرض. وطباق التدبيج احنا قلنا هو اتصل بالألوان، وتعريفه هو أن يذكر طباق التدبيج أن يذكر الشاعر أو الأديب أو المتكلم في غرض ما ألوان على سبيل ايه؟ التورية أو الكناية. يعني مش هستخدم ألوان على سبيل الحقيقة، خلاص. إن يذكر الشاعر أو الأديب أو الرجل اللي بيتكلم قدامك أو الكاتب في أي غرض بيتحدث فيه ألوان، بس ألوان متضادة، خلاص. والألوان دي ما تكونش مستعملة على سبيل الحقيقة، بل شرط طباق التدبيج استعمال الألوان على سبيل التورية أو سبيل الكناية. طباق بيقول لك مثل في جملة مفيدة طباق تدبيج، مثل في جملة مفيدة طباق تدبيج. عندك بيتين شعر، عندك اللي هو الشاعر اللي هو البيت بتاع عمرو بن كلثوم يقول: بأن نورد الرايات بيضا، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. عندي لونين، عندي ألوان هنا، بيضا ادي اول لون وحمرا ادي اللون الثاني. بيضا مش معناها هنا ان الرايات بيضاء، هنا كلمة بيضا مستعملة على سبيل الكناية، اي كناية عن السلم والمسالمة. احنا رايحين بالرايات بتاعتنا بيضاء، يعني احنا رايحين مسالمين. ونصدرهن، ونرجع بالرايات ديت حمرا، خلاص، كناية، يبقى دي كناية عن السلم او المسالمة، هنا حمرا كناية عن القتل. هنقتل الأعداء وتلوث هذه الرايات بدمائهم الحمراء. يبقى استخدم بيضا وحمرا، ألوان مستخدمة على سبيل الكناية وألوان متضادة. ده يبقى سميه طباق إيجاب، طباق سلب، لا طباق تدبيج. ليه؟ لأنها يتصل بالألوان. طباق التدبيج هو الذي يتصل بالإيه يا شباب؟ بالألوان. لاحظ معايا كده كمان الشاعر بيقول ايه: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تردى ثياب الليل حمرا، حمرا يعني الثياب كانت حمرا، خلاص، اللي هو ده كناية عن القتل. وهي من سندس خضر، خضر ادي حمر وخضر، ألوان ولا مش ألوان؟ يبقى ألوان ذكرت في العبارة على سبيل الكناية. حمر كناية عن القتل، خضر كناية عن الجنة. يبقى ألوان مستخدمة في الحديث أو في غرض ما على سبيل الكناية، وده شرطها الأساسي، شرط طباق التدبيج، أن تستعمل الألوان على سبيل الكناية أو التورية. طيب عايزين مثال كده في طباق تدبيج على سبيل التورية، الألفاظ الألوان اللي فيه مستعملة على سبيل التورية. يعني إيه تورية؟ التورية يعني أن يذكر لفظان، أن يذكر لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. معنى قريب غير مراد، ومعنى بعيد وهو المراد، هو المقصود بالكلام. عندنا مثلا مثال هنا في طباق التدبيج اللي هو قوله بيقول ايه: فمذ زور المحبوب الأصفر واغبر العيش الأخضر. عند كلمة المحبوب الأصفر، المحبوب الأصفر دي لون، وعندي واغبر العيش الأخضر، ادي معايا الأخضر. واسود يومي الأبيض، اسود والأبيض. وابيض فودي الأسود، الفود اللي هو الشعر هنا خلف الأذن. لاحظ كده الألوان: فمذ زور المحبوب الأصفر. الأصفر هنا لفظ لون له معنيين، معنى قريب، خلاص، ومعنى بعيد. معنى قريب اللي هو المرأة، بس هذا المعنى غير مراد. والمعنى البعيد وهو الدينار، أو إن شئت تقول الذهب، ماشي. فأنا كده عندي معنيين، عندي لون يحتمل معنيين، معنى قريب غير مراد ومعنى بعيد
وهو المراد، ولذلك كان اللفظ اللون استعمل على سبيل التورية. خلاص، عشان كده بسميه طباق تدبيج. وبعد كده كل الالوان اللي عندك في العبارة، اخضر واخضر والاصفر والاسود والابيض، كلها الوان مستعملة على سبيل الكناية. اللي معايا على سبيل التورية بس في العبارة دي رموز زوار المحبوب الاصفر. كده انتهينا من الطباق وانواع الطباق. انا ما قلتش كل الامثال اللي في الطباق في الفيديو. عندك الكتاب ما تسيبش فيه ولا مثال. عايز تغفل البلاغه وتجيب 40 من 40، ما تسيبش مثال في البلاغه الا وتعرف المثال ده فيه ايه وليه. وانا ممكن اقول لك مثل في جمله مفيده، لازم تجيب المثال. خلاص، امثله بتاعتك بس اللي في الكتاب بس، او اللي في التمرينات ومحلوله كمان. خلاص كده انتهينا من الطباق، وده كان المحسن البديعي الاول. وان شاء الله في الفيديو القادم هنعمل مراجعه على الطباق كامله. اوعى تفوتك المراجعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.